فيديو منتشر وشهير جدا لبرنامج طبخ، او يعني ناس بتعمل طبخ جزائري وعاملين اكله. هتشوفوها دلوقتي. هم ما قالوش اسمها ايه، وانا قعدت اقلب اسمها ايه. لكن الفيديو منتشر هنا وفي الخليج وفي اماكن كثيره جدا في المغرب وفي الخليج عن هذه الاكله. وبيقول لك عرفنا دلوقتي ليه عمالين تخطفوا في الطنجيه والطاجن والبسطيله والرفيسه والكسكس. عرفنا دلوقتي ليه الاكله. انا قلت اجتهد معاهم بقى، يعني هم ما قالوش اسمها ايه والله، وقعدت اقل اسمها ايه يا حاج اسماعيل. زي فيلم عسكر في المعسكر لما محمد هنيدي راح يزور الشاويش بتاعه وهو عمال يسال يا حاج اسماعيل مين اللي مات، يقفلوا الخط. نفس الحكايه كده، اسمها ايه الاكله؟ فما حدش قال لي، فانا قلت نسميها كاكا في اللاطه او كاكا في الطاسه او سكران. على وقت ما هم بيسموا سكران تحت الدروج، مش عارف بزاز المريم، مش عارف يعمل ايه ولا تعض ولا ما انت عارف. يعني فانا قلت يعني كاكا في اللاطه. شوف الاكله وهتلاقي ان انا عندي حق، وهتقول العمده عنده حق. واستنى احكي لك الحكايه. اول مره تقريبا نسمع به. هذه فيانداشي من تحت لحم كفت. لحم كفت طويصات تاع لحم كفت، وعمرناهم بلاك وشادو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بيكم. ده لحم مكفت والعقل الجزائري. طب ما تعمليها كور، مكور وقت الاعور كور. اقراص اصابع صبعي اصابع. ليه الكاكا في اللقطه يعني؟ ليه كده؟ ليه بتصعبوها عليكم وعلينا وترجعوا تزعلوا لما نقول شخشوخه بالظفر وسكران تحت الدروب؟ انتوا اللي يا عم شغل البطل. طب ما تصبعيها صوابع. الكفته طول عمرها عندنا في مصر بنعملها صوابع على السيخ. كفته لحمه مفرومه يعني، وهتقليها في الزيت. فين ام الاكله؟ فين كاكا في اللطه؟ قامت عاملاها كاكا في اللطه، كاكا في الطاسه. ايه ده؟ ليه صعبتيها علينا؟ ماشي يا عم، ده بتاعكو تراثكو اشهد. بس هو دي المشكله، ان ما بيبدعوش فيدور يبص جنبه. محدش عمره هيشيد بالطبق ده عمره، ولا هيروح يقول لهم اديني كاكا في اللقطه. يعني انا لو باكل في مطعم وجابوا لي كاكا في اللقطه دي مش هاكل. وخكوني. وبعدين اكل المغرب بتاكله بعينك الاول. معروف الاكل كده على فكره، حتى في مصر الاكل تاكله بعينك الاول. تشوف الاكله تتشهاها لما تشوفها بعينك وتشمها بريحتها الاول وبعدين تبتدي تاكل. في المغرب كده يعني لما يجيبوا لك البسطيله دي اختراع. تتحط قدامك تبتدي تاكلها بعين، ويبتدوا يقطعوها بقى وتسمع بقى وهي بتتقطع، لان الورق اللي فوق ده بيتقطع فتسمع ان كانت بالحوت ولا ان كانت بالدجاج ولا غيره. فتشوفها بعينك الاول، ولا السفه وعليها السكر الجلاسي كده والزبيب والحركات، ولا طبق الكسكس وبمهرجان الخضره اللي عليه مثلا يعني. فتاكله بعينك الاول. والله بكلمك جد، تتفتح الشهيه، ما انتش محتاج حاجه تفتح بيها الشهيه، من المنظر من الريحه، وبعدين تبتدي تاكل، فتاكل بنهم. الكاكا في اللقطه دي لو جابوها لي اكلها ازاي؟ يعني انا لو شفت دي تاكلها كده، دي تاكلها كده دي. يعني دي غمض وكل. سموها غمض وكل. غمض بلاش كاكا في اللقطه يا عم. غمض وكل. غمض وكل. ايه؟ كل وطل. كل بلا ما تطل. كل بلا ما تطل. يعني بنجتهد مع بعض، عشان الفقر في الابداع ده والفقر في الخيال ده يعمل ايه؟ قصته بقى اخد البسطيله، اخد الرفيسه، اخد الحريره، اخد اي حاجه من عند اي حد على طول كده. يعني عندنا في مصر في اكلات جديده بالمناسبه. يعني في اكلات جديده. انا واحد من الناس لما رحت مصر مؤخرا لقيت اكلات جديده بداوا يعملوها. بيطور اكل قديمه، مش عارف رنجه بالبشاميل وحاجات كده. بيعمل اكلات بيطور طوال الوقت. في اكلات والله جديده جدا. حتى لقيت برنامج اسمه الاكيل عندنا، بيجي على برنامج سفره وله صفحه على السوشيال ميديا، عامله ممثل اسمه اكرم حاجه.
اكلات بيوريني اكلات ايه ده، دي جت مصر طبعا. عندنا الاكلات التقليديه، المحشي والكشري والطواجن ورز معمر وغيره من اكلات ده موجود، والحمام المحشي والملوخيه بالارانب والحاجات كده. انما في اكلات بتتطور، يعني العقل شغال، الدنيا بتتطور، وبعد كده اديها بعد سنين هتبقى تراث وهكذا. على فكره الدنيا كلها حتى في المغرب في اكلات بتتطور واكلات بتستحدث، وده بيجي من ده، وتلاقي كل منطقه تعمل اكل غير التاني، مفيش مشكله. هو ما بيبدعش، ويوم ما يبدع يعمل الكاكا في اللاطه، الكاكا في الطاسه. كل بلا ما تشوف ايه دي، ايه ده؟ يعني انت وجبت اللحمه المفرومه حطيتيها في البتاع بتاع الحلوى ده، وقمتي عاملاها، وتبارك الله طلعتي كاكا مرسومه. ايه ده؟ ايه الابداع ايه ده؟ طب ما تعمليها يا ستي، ما كور، يعني هي الكور كفرت، ما بيعملوها هنا الكفته بيعملوها كور كده، طاجن يعني. مثلا لما تطلب طاجن هنا كفته بالبيض، بيجيب لك الكفته كور والبيض من جنبها كور. طاجن كفته بيجيبها لك كور كور كوره كوره كوره. اعمليها اقراص، اعمليها صوابع. ما الكفته لما بروح اشويها اشتري كفته، واروح هنا الشوايه يشويها لي، بيعملها لي صوابع كده، والله عادي تتاكل احلى احلى. انما ايدي حاجه بائسه جدا. ويقول لك تراث مشترك. يا عم منين؟ في فرق في العقول شاسع يا جماعه، والله العظيم ما في مجال للمقارنه. من الابداع هنا وطريقه الاكل وتصميم الاكل يا اخي، يا اخي بعد الطبق ما بيتعمل في الزواق، تزيين الطبق لوحده حدوته. ان كنت هتاكل رفيسه، ولا ان كنت هتاكل كسكس، ولا ان كنت هتاكل لحم بالبرقوق، ولا ان كنت هتاكل سفه، ولا اي حاجه، حتى الحريره يحط لك عليها صح. تروح تشتري تفصيل مثلا طبق حوت مثلا، ميكس مثلا، تلاقي عامل لك حركات، تاكله بعينك الاول. انما يعني انا اروح اقول له اديني اللي هو ما عرفناش اسمها، ما قالتش اسمها ايه، المهم انا قلت نجتهد معاهم، كاكا في الطاسه، اروح اطلب منه ده فيجيبها لي، اعمل بيها ايه؟ بلاش. فين الفن في اللي انت عملت؟ زيت وقمت قدح سخن قوي وقمت عامل فيها قمت عامل فيها دي، وبعدين وقمت شايلها حاططها له في تبصيل وشخشوخه بالظفر ما هي تفرق ايه عن القاضي وجماعته؟ ما القاضي وجماعته بتعملوا اللحمه كور، طب ما كنت عملتيها القاضي وجماعته، او القاضي بلا جماعته، او القاضي وحراميه، او عسكر وحراميه. يعني اعملي حاجه تانية بس برضو، يعني انت كده بقى يعني خلاص يعني طفرتيها لما عملتي يعني انت كده طفرتيها. فطبعا الفيديو منتشر في كل مكان في المغرب وفي الخليج، بيقول لك ايه ده؟ ما هذا الكاكا؟ والله اتبعت لي من عدد سكان قد عدد سكان قطر، والله كميه الناس اللي بعتت لي الكاكا في اللطه دي قد كميه قد سكان قطر. كل اصدقائي بعتوا لي ايه ده؟ قلت له ما اعرفش. طب اسمه ايه؟ انا بقيت اسال، طب انت بتعرف اسمه ايه؟ طب اسمه ايه يا جماعه يا ولاد؟ حد شاف بركات؟ بقيت زي امينه رزق في فيلم المولد، يا ولاد حد شاف بركات؟ بقيت ماشي عمال اسمها ايه بقى عشان نسجلها في التراث، عشان سوريا تحطها في الكتيب، اياه الكتالوج بتاع الطبخ ايه ده ما قالوش. فقلت اجتهد انا، يعني هي صعبه، فقلت امشي على النهج الجزائري، سكران تحت الدروج، شخشوخه بالظفر، بص ولا تعضه، بزاز الزينب، في خد الجهاله، كاكا في اللطه، كاكا في الطاسه، على نفس الوزن. شيء عبث في عبث، فلا تخرج قبل ان تقول اسفخس على ده عبث. دي الحكايه. اشوفكم على خير.